اللحظات الأخيرة بين العوضي وياسمين عبد العزيز قبل الطلاق. اتفاجئ جمهور الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بخبر انفصالهم بعد ما جمعتهم قصة حب كبيرة واللي كانوا من أشهر كابلز في الفن. طيب إيه اللي حصل يوصل الانفصال بشكل مفاجئ، وخصوصا إنهم ظهروا مع بعض قريب في مهرجان وشوشة وما سابوش كاميرا إلا وصوروا معاها؟ تفتكروا تنبؤ ليلى عبد اللطيف فعلا بيتحقق، ولا الخلفة هي سبب في الانفصال، ولا قرار انفصالهم فنيا كان وشه وحش عليهم؟ وكمان نزلت ياسمين عبد العزيز ستوري على الانستجرام امبارح وكان يوم عيد ميلادها وقالت اكبر درس اتعلمته في حياتي ان المسرف بالطيبه والحب دايما خسران. الناس كلها استغربت بعد ما ظهر احمد العوضي في العرض الخاص لفيلمه الاسكندراني من غير ياسمين عبد العزيز، وخصوصا انه اول فيلم من بطولته، وفضلوا يقولوا ازاي حبيبته وشريكته مش موجوده معاه. ومن وقتها والناس بتقول انه اكيد في حاجه، ومش معقول مهما كان السبب ما تجيش تحتفل معاه بعرض فيلمه الجديد. وقال العوضي انها تعبانه ودرجه حرارتها عاليه علشان كده ما جاتش، وده خلى الناس تشك ان في حمل، بس طلعت مش حامل. والناس بدات تفكر ان السبب في انفصالهم هو موضوع الخلفه اصلا، وخصوصا ان رد فعل ياسمين عبد العزيز كان غريب لما حد من الممثلين في مهرجان وشوشة سالها هو في نونو، قامت ياسمين ما عرفتش ترد واتقفت من اللقاء كله. الفكره بقى ان العوضي احتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز قبل ما يعلن خبر انفصالهم رسمي ب 17 ساعه. يعني بجد هم لحقوا امتى يتطلقوا رسمي، وخصوصا بقى ان العوضي كمان في دبي مع زينة علشان عرض فيلمه الاسكندراني. الصدمه بقى ان خبيره الابراج ليلى عبد اللطيف قالت في توقعاتها لسنه 2024 ان ياسمين عبد العزيز هتطلق هي والعوضي، والدنيا وقتها قامت وما قعدتش. وياسمين علقت على التوقعات دي وقالت ما بلاش انت يا ليلى، ويجي العوضي يعلق ويقول كذب المنجمون ولو صدف. الحقيقه يا جماعه ان محدش مصدق ان العوضي وياسمين اتطلقوا فعلا، وان قصه الحب الجامده دي خلصت كده بكل سهوله، وخصوصا انهم كانوا لسه محتفلين مع بعض بالسنه الجديده. وفي اللي يقول لك دول كانوا منفصلين من وقت عرض الاسكندراني وبقى لهم فتره، وفي اللي يقول لك الاكونتات بتاعتهم متهكره، وفي ناس على جانب اخر من الكوكب عندهم يقين رهيب ان ياسمين والعوضي هيرجعوا لبعض في اقرب وقت. وبصراحه كل جمهور العوضي وياسمين اللي بيحبوهم بجد كانوا حابين قصه الحب اللي ما بينهم ووجودهم مع بعض. قولوا لنا انتوا بقى تعليقكم على انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.